ايه اللي خلي اي حد كمستثمر او حابب يستثمر في القطاع الزراعي انه يختار يستثمر في النخيل المجدول؟ النخيل المجدول اقتصادياته عاليه جدا، وده استثمار يقام عليه دول. يعني النخيل بشكل عام، تمام، السعوديه مثلا في النخيل ثالث او رابع الدخل القومي السعودي جاي من التمور. الملك عبد العزيز ال سعود قال عهد البترول ذاهب وعهد التمور قادم. انا قدام يعني فدان نخل في 60 نخله، تمام، انتاجه بيعادل 23 ضعف انتاج الفدان العادي المزروع من المحاصيل. المحاصيل التانية. المحاصيل المختلفه. انا قدام نخله، تمام، لو قلنا الارقام الحقيقيه، نخله مجدول فيها من 150 ل 200 كيلو، متوسط سعر 250 جنيه او 300 جنيه للكيلو. يعني هل انا قدام نخله ده كنز مش ممكن نخل. تنتج تجيب عائد على الاستثمار نخله واحده 40,000 جنيه؟ هو انا مضطر اقول كده، بس الواقع لا يكذب ولا يتجمل. يعني نعد الصبايط في النخل، نخله فيها 12 صباطه، متوسط 15 كيلو للصباطه. عدد كيلوهات قد ايه في نقل مخفوف؟ يعني هيطلع سوبر جامبو. النهارده اساله كده على سعر المجدول التصدير، تمام، بكام؟ فما شاء الله اللي عنده فدان مجدول عنده كنز، ما شاء الله. وبيستثمر في الرزق. ده استثمار في الرزق. وانتم بتصدروا بالفعل من هنا؟ طبعا المهندس شرباجي فاتح سوق تصدير في اغلب الدول العربيه تحديدا وامريكا، بس حجم الطلب ضخم جدا لان دي سلعه مزاديه. يعني اللي بيجي لنا طلبات تصدير كبيره جدا ما بنقدرش نستقبلها، لان ده بيتباع قبل حصاده وبيتباع بسلعه مزاديه لاعلى سعر. فالموضوع بتاع ان انا يبقى عندي طلبات تصدير حجمها ضخم جدا، بس حجم الانتاج مش ملاحق. استاذ محمد، كمان اي استثمار في الاراضي الجديده بيكون مكلف جدا جدا. حجم الاستثمارات بتاعت حضراتكم هنا في بشاير الشرباجي، الشغل اللي عملتوه خلال الفتره اللي فاتت؟ الاستثمار الزراعي بشكل عام ده استثمار كثيف استهلاك راس المال، يعني استثمار ضخم جدا. عشان كده الزراعه هنا هي اقتصاد تشاركي. لا احد يستطيع او يقدر على زراعه 1000 فدان بمفرده. 1000 فدان النهارده بنتكلم من 500 مليون لمليار جنيه. ما بالك حد عنده 5000 فدان، وما بالك حد عنده 20 و30 و90 الف فدان، هيجيب فلوسهم منين الاستثمار؟ صحيح. بس العوائد من الاستثمار خاصه في النخيل عوائد مرتفعه للغايه. هتتعب في الاول لكن بعد كده ربنا بيكرم. ده استثمار مستدام، عائد على النشاط وعائد من الانتاج مستدام مدى الحياه، لان دي شجره معمره وبتطلع لك افضل تمور تصديريه او اصناف غنيه للغايه. يعني انا بتكلم في التمر المجدول اللي بيطلع، يعني تقريبا تلتين انتاج مصر من المجدول، خاصه السوبر جامبو بيطلع من مزارع الشرباجي. ما شاء الله. يعني انا هوري حضراتكم دي شكل الحبايه. ما شاء الله. دي شكل حبايه المجدول. حبايه المجدول دي لسه هي ايه قدامها شهر والطيب. دي حبايه سوبر جامب. 60 جرام. الكيلو منها بيعدي ال $20، يعني الطن بمليون جنيه. ما شاء الله. ودي يعني مش موجوده. 15 20 حبايه يعملوا كيلو على طول. 15 حبايه كيلو. ما شاء الله. يعني ده استثمار غني جدا. حجم المشروع في بشاير المرحله الاولى بتاعته 500 مليون جنيه. تقريبا حجم الاستثمار هنا في مزارع بشاير في مزارع المصريه المتحده كفاح يمتد ل 20 عاما للمهندس شرباجي. في صمت تجاوز النهارده 25 مليار جنيه. ما شاء الله. بس ده استثمار. احنا في منطقه، تمام، انتاجها خلال 5 سنين يعادل انتاج 2.5 مليون فدان في مصر بالكامل. ما شاء الله تبارك يعني انا الله. بتكلم 40-50 الف فدان منتجين من التمور الفاخره يعادل انتاج 2.5 مليون فدان من المحاصيل الاخرى.